مقام الصبا نغم شرقي حزين جدا، فيه رائحة البكاء والجزع والثكل والفاجعة، ولكن غطى عليه مقام الحجاز في الاستعمال ولصعوبة استذكار نغم الصبا فأصبح منسيا وقليل الاستخدام. كيف نتعرف على مقام الصبا؟ نتعرف عليه من الطرق التالية: أولا القرآن والأدعية والزيارات. يستخدم القراء المصريون هذا النغم بكثرة جدا، وخصوصا المرحوم عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد صديق المنشاوي، كذلك يستخدم في قراءة الأدعية والزيارات. إليك الأمثلة. هسه أنا راح أقرأ أول مرة قرآن بنغم البيات أو أطلع إلى الصبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيات. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. راح أروح للصبا. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. هذا نغم الصبا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. راح أرجع للبيات. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. صدق الله العلي العظيم. الأدعية. أناجيك يا موجودا في كل مكان. هذا نغم الصبا، إذا تقرأ به الدعاء يدخل إلى القلب مباشرة. أناجيك يا موجودا في كل مكان لعلك تسمع ندائي فقد عظم جرمي وقل حيائي. مولاي يا مولاي أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى ولو لم يكن إلا الموت لكفى. الزيارات. السلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق إلى آخره. ثانيا اللطميات والقعديات. يوجد الكثير من اللطميات والقعديات التي يستخدم فيها هذا النغم وهي كعلم فوق الربا، فعندما تردد هذه اللطميات بينك وبين مخيلتك النغمية يخرج نغم الصبا. ومن هذه اللطميات: أليف. خويا حسين قبرك وين عنك من يدلني. خويا حسين قبرك وين يا شيعتي وقت الشرب ذكروني دلالي ضامي. جيم. يا عباس رجعت ضعوني يا عباس. واو. ظل خال المهد يا الولد وينك، ظل خال المهد يا الولد وينك. قصيدة للرادود القدير محمد الصغير. ها أنا المظلوم من زغري. كذلك قصيدة للرادود محمد الصغير. القعديات. حمزة الكربلائي.
صورة التوحيد تحرير العقول. باء قصيدة قعدية للرادود جاسم الطويرجاوي. عندك فكرة يا حسين يا حسين يا حسين، عندك فكرة يا حسين، إصلاحية ثورية دينية اجتماعية. جيم كذلك للرادود الشيخ جاسم. معبار معبار هاي الدنيا معبار. وللمزيد راجع جدول مقام الصبا في نهاية الكتاب. استخدام نغم الصبا في الأطوار الحسينية. يوجد 3 أطوار يستخدم فيهما نغم الصبا، وهي أولا طور الصبا طبيعي. هذا الاسم أنا وضعته لأني لم أعثر على اسم مناسب لهذا الطور والطريقة، حيث يستخدم الكثير من الخطباء هذا الطور في قراءة المقدمة والمصيبة وفي الشعر الفصيح والشعبي، وأرجو الالتزام بهذا الاسم حتى نتخلص من الإرباك في أسماء الأطوار. إليك الأمثلة. في الشعر الفصيح: صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله يا حسين يا حسين، عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك ومبتسم، قلب اليمين عن الشمال وغاص في الأوساط، قلب اليمين عن الشمال وغاص في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، إلى آخره. في المصيبة أريد أسوي نغمة الصبا. أتذكر: يا حسين يا حسين، ثم أقبل الحسين عليه السلام إلى خيمة العباس عليه السلام وأسقط عمودها، فارتفعت الأصوات بالبكاء، وصاحت زينب عليه السلام: وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. فصاح الحسين بمكانه: وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. تقول له: يا خويا يا خويا العلم وانا وين جودك، يا خويا بياك ترطاحن زنود يا ابو فاضل زمان يم يعودك، يا كوشمل اللي تشتت بيه ياك يا التايم، يا خويا منين جتني هالرمية، إلى آخره. ثانيا طور القزويني. طور القزويني بما أنه في كل مقام 8 طبقات كما أسلفنا، فهنا يخرج هذا النغم باستعمال 4 الأولى من هذا السلم، وهذا الطور يستخدم بقلة وهو هكذا: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خويا حسين خرجنا منك بالأهلين جمعايا. نفس الصبا. تنبيه: لا يمكن البدء في هذا الطور في بداية المحاضرة، ولكن يمكن تضمينه في المصيبة، ثم عند التسليم نأخذ طور المثكل. طور الموال. ثالثا طور الموال أكثر من قرأ به هم الرواديد، وخصوصا في الهوسات الحسينية، ويستخدمه بعض الخطباء الحسينيين خصوصا في الأهواز جنوب إيران، مع العلم أن هناك وزنا شعريا يسمى بالموال، فلنترك كلمة الموال الخاصة بالشعر ونضعها لاسم هذا النغم، مع العلم أن وزن الموال الشعري يسمى زهيري، وهذا أحسن، أي كلمة زهيري للوزن الشعري وكلمة الموال للطور. إليك مثال: طور الموال من نغم الصبا: يا سطوة الموت يا من بالشدد عباس، بوجه المحب تبتسم، وعلى الخلق وعلى الخصم عباس،
قلبك طفح مرجله يلضامرك عباس إلى آخره. هذا يستخدم في الهوسات وفي شحذ همم الناس.